السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم بربي ان شاء الله حنديروا طريقة تاع كيفاش نطيبوا اللوبيا بيضاء، كيفاش نديروها شريبة تجي بنة روعة، يعني صدقوني تجي بنينة بزاف. وقبل ما نبدا عندي طريقه يعني حبيت نوريها يعني تاع زمان كيفاش نقوا النحاس بصفه عامه. حبيت ندير هذا في المهراز، يعني هاوليك المهراز عندي بزاف ما غسلتوش. راح تشوفوا كيفاش يولي نقي من جديد كما نقولوا. ناخذ نص حبه تاع القارص هكذا وندير لها شويه تاع الفيم ونحكو بهذه الطريقه. او لا ما كانش عندك الفيم يعني تقدري تستعملي بدل الفيم ديري شويه تاع التراب وتحكيه كيف هكذا التراب ولا الفيم كيف. يعني التراب الثاني بزاف يجي مليح، تحصلي هذه الطريقه هذه النتيجه. يعني هاولي كيفاش ولا يبرق بزاف تقولي ذهب، يعني هايل وكامل النحاس ماشي على المهراز مهما كان يعني كما قلت قديم يعني يتنقى بهذه الطريقه. ودرك نبداو في طريقه تاعنا تاع تحضير اللوبيا. هنا عندي كميه تاع اللوبيا حطيتها غسلتها مليح وحطيتها تتشمخ ليله كامله، يعني تقدري تشمخيها ليله كامله ولا كاش عندك الوقت يعني 3 سوايع ولا ساعتين يعني تقدر يكونوا كافيين. غسلتها وقطرتها دركا من الماء هذاك ونحطها في قدره تغلي. هنا درت الماء عادي ما زدت ولا شيء، ما زدت لا ملح لا حتى حاجه واحده اخرى. الماء ما نعمرش بزاف يعني غير قسمه نغطيها شويه برك هكذا. نحطها تغلي في يعني نحطها تغلي كي تبدا تغلي نقص الفرن ونخليها على نار قليله راهي تغلي بالعقل حتى طيب هكذا تولي يعني تشوفيها بلي طابت. حبه تقسمت على 2 هذاك المرقه ولات عاقده هكذا تعرفيها بلي طابت خلاص. ناخذ حبه توم هكذا كبيره او نص منها على حسب الكميه اللي درت، يعني هاد الوصفه تحب بزاف الثوم وندرسها ولا سكرفجيها ولا غابيها يعني كما درتيها تجي مليحه. المهم يكون الثوم يعني ما يكونش بودر ولا هكذا تجي هايله. نحطها وندير عليها توابل، ندير شويه تاع العكري هكذا فلفل العكري، شويه فلفل كحل وشويه تاني تاع الكمون يعني ندير كميه مليحه حوالي نص ملعقه تاع كمون. وندير كذلك شويه تاع راس الحانوت، يعني في هذه الوصفه لازم الكمون ضروري، الكمون هو اللي يعطيها البنه هذيك تجي هايله بالكمون. هكذا نخليها تشرب في هذاك الماء، ما زدت حتى ماء ولا حتى حاجه، وزيد لها شويه زيت ونخليها تشرب لي زيبيس هذو كامل اللي درتهم. نخليها واحد 10 دقائق مع كذلك ملعقه تاع طماطم مصبره هكذا ونغطي عليها ونخليها تغلي شويه. هنايا هاي لك بعد اللي غلات نزيد لها شويه تاع الحشيش مقطفه قطعته رقيق هكذا. الحشيش تاني يعطيها بنه هايله صدقوني، يعني الطريقه تاع اللوبيا بزاف تجي روعه يعني هكذا. نخليها تزيد تغلي تاني شويه ودركا حنمرق بالماء سخون. يعني الماء نتيا وشحال تحبيها كيفاش تكون القوام تاعها، تحبيها ثقيله ولا خفيفه؟ يعني نفضل ما ديروهاش خفيفه بزاف هكذا تجي مليحه تجي هايله، تجي متوسطه ما ثقيله ما خفيفه، يعني تكون اقرب للخفيفه بصح ماشي ثقيله هكذا. نزيد عليها شويه تاع الحشيش ونغطي عليها. هاولي كيفاش جات هايله روعه. تقدري يعني كي تطفي عليها تقدري تزيدي لها شويه كمون تاني، واحد ربع ملعقه تاع كمون وكي تطفي يعني. وما نتنساوش كذلك حنديروا ملعقه يعني اللي يحب الخل يعني مليح الخل فيها يجي يزيد لها في البنه ملعقه تاع خل تجي روعه. نتمنى لكم تجربوها وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في رعايه الله.